سلام، إن شاء الله تكونوا قاع بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم بإذن الله غادي نحضروا تحلية بسيطة بمقادير اقتصادية والمذاق تجي بزاف بنين بالذوق تاع الكراميل والشوكولا. نتمنى أن الوصفة تاع اليوم تنال إعجابكم. إذا عجبتكم حطوا لي جيم واشتركوا في القناة باه يوصلكم كل جديد. يلا بلا ما نطول عليكم نشوفوا مع بعض واش نحتاجو بالنسبة للمقادير وكذلك طريقة التحضير. بسم الله. نبداو على بركة الله. نحتاجو كاس تاع البسكوي مطحون، اي نوعيه توفر عندكم تقدروا تستعملوها. ما تطحنوش بزاف، خلو شويه حبيبات حتى يجيكم مقرمش. هنا زدت عليه كميه تاع حوالي 2 مغارف كبار مارغرين ذايبه، ونزيد عليه مغرف كبيره تاع شوكولاته الطلاء اي نوعيه توفر عندكم. اذا بعد ما جهزنا الطبقه الاولى تاع البسكوي راح نفرغوها في القوالب الخاصه بالتحليه. نضغط عليها شوية من الفوق بهذه الطريقة ونخلوها جانبا. نمر مباشرة للمرحلة الثانية. إذا الطبقة الثانية تاع الكريمة نحتاجو فيها علبة تاع كريم كراميل، نفس العلبة راح نعبر بها بودرة شانتيي، وأيضا نفس العلبة ندير نصف تاعها بودرة الكاكاو، ونديرو شوية تاع عطر الكراميل. ما تكثروش بزاف البنات، أنا هنايا كثرت، ديروا غير شوية وتقدروا تستغنوا عليه طبعا، لكن راح يعزز لكم هذاك الذوق تاع الكراميل. هنا كنت نسيت الحليب، ديروا نصف علبة تاع الحليب يكون بارد من الثلاجة، وإذا كان خاصكم شوية زيدوه وضربوها مليح حتى تطلع معكم هذيك البودرة تاع الشونتيي. ندير حوالي ملعقة في كل وحدة تاع كريمة بهذه الطريقة. هذه الطبقة تجي بزاف بنينة تاع الكريمة، تجي روعة، سورتو اللي يحبوا الكراميل راح تعجبهم. وبالنسبة للطبقة الأخيرة راح نحتاجو شوكولا. هنا كنت حضرت واحد التحلية من قبل، بقات لي شوكولا، هي ذوبتها وزدت عليها شوية تاع مكسرات، كانت توفر عندي اللوز، وراح نحطه كطبقة أخيرة من فوق بهذه الطريقة. هنا لازم الشوكولا تكون شوية دافية، ما تكونش حامية بزاف حتى ما تذوب لكمش هذيك الطبقة تاع الكريمة. حنزينها بهذه الطريقة، والتزيين طبعا يبقى اختياري، ننصحكم انكم تجربوها، تجي بزاف بنينة. اذا عجبتكم الوصفة بارطاجوها حتى تعم الفائدة، ونتلقاو في فيديو جديد باذن الله. مع السلامة، صحة فطوركم.